صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يالّا النهارده هنعمل أكلة جميلة جدًا، هنعمل طبختين في طبخية مجيدة، هاعمل محشي كوسة مع كفتة، إزاي؟ يالّا نسمّي الله ونصلّي على الرسول ونخش على الوصفة على طول، معايا كيلو ونُص هنا كوسة، كوسة صغنونة وجميلة تحفة، تحفة بجد جميلة جدًا، معايا هنا شبت وبقدونس، معايا ربع لحمة، معايا صلصة، معايا رز، معايا بصل، يالّا نسمّي الله ونصلّي على الرسول ونخش على الوصفة على طول، صلّوا على النبي كده قبل ما تعملوا حاجتكم و ونسمّي الله. هنا معايا معلقة سمنة كبيرة بلدي كده رُحت نازلة بيها، معايا بصلتين رُحت ضرباهم في الكبة، وطبعًا أنا مش هاحمّرهم أوي، أنا هاخلّيهم مستكاوي كده، يعني إيه مستكاوي؟ يعني سُخن كده مش متحمّرين. نزلت هنا بقى بكيس الصلصة، طبعًا الصلصة عندي حمرا جدًا بس الكاميرا ظالماها، هاسيبهم بقى يتسبّكوا مع بعض ويالّا بينا نعمل الكفتة اللي إحنا هنحطها مع المحشي. معايا هنا طبعًا بصلتين كبار، معايا فلفل ألوان مخزناه ومعلقتين بقدونس ضربتهم حلو، ورُحت نازلة عليهم باللحمة ونزلت عليهم بالبهارات، فلفل أسمر، ملح، بابريكا، ورُحت إيه عاملاهم كلّهم في الكبة، نعّمتهم وطلّعتهم. معايا هنا بقى شوية خلطة من اللي هي في الكيس، حطيتهم برضه على الكفتة وهاقلّب بقى الكفتة حلو واعملها كِوَر كده واسيبها واركنها على جنب. طبعًا أنا كنت إيه بقى هنا إيه، التسبيكة اتسبكت، رُحت نازلة بالخضرة خرّطتها طبعًا وغسلتها ورُحت نازلة بيها على التسبيكة، وطبعًا هنا بعد ما قلبتها كده معايا هنا بقى معلقة شطة مخزناها برضه، شوية فلفل، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية فلفل أسمر، وهاقلب الكلام ده كده، رُحت حاطة الرز، حطيت شوية ملح وقلبت الخلطة كده مع بعضيها. طبعًا أنا قوّرت الكوسة، يعني أنا قوّرتها مع نفسي، جبت هنا بقى قلب الكوسة حطيته في الصينية وحطيت عليه شوية رز، لازم تحطي تحت المحشي أي حاجة عشان المحشي إيه ما يتحرقش منِّك، تمام، تمام. بعد ما قوّرنا الكوسة جبناها بقى ويالّا بينا هنحشي الكوسة. طبعًا لمّا تيجي تحشي الكوسة ما تسلقيهاش بصُبعِك عشان الكوساية دي صغنونة ما تتكسرش، حطّي شوية الرز حبّة صغيّرين الأول كده وروحي مهبّداهم على كَف إيدِك هيروحوا نازلين في القعروف، روحي مكمّلة حشو عشان ما تتكسرش منِّك الكوسة. بُصّوا الكوسة هنا صغنونة وجميلة جدًا، بسم الله ما شاء الله، بُصّوا قد إيه صغنونة جدًا، فعلًا يعني أنا جايباها صغيّرة خالص. وألف هنا وشفا على اللي هياكل، تنسوناش بقى بتعليقاتكم الجميلة، وما تنسوش تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، وتدعوا لإخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم على مين يعاديهم يا رب. واللي ما دخلش قناتي يخش قناتي يشرفني وينورني، ويعمل لي لايك كده جميل منه، وربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليّا يا رب ويكبر بخاطركم. طبعًا هنا بعد ما حشينا بقى الكوسة رُحنا راصين بقى الكفتة، وعندي شوية شوربة رُحت حاطة عليهم حتة صلصة ونزلت بيهم بقى على الكوسة كده واسيب الكوسة بقى إيه تلغلغ بقى بالصلصة والجمال والحلاوة دي، الله أكبر! إيه الحلاوة والتحفة ده والجمال ده! رُحت حاطة حتة زبدة بقى كلّه بقى مع بعضه كده الروايح إيه هنا عندي خطيرة، خطيرة، خطيرة. طبعًا أنا سِبتها على النار هتغلي غلوة، وبعد ما تغلي غلوة أنا هادخّلها الفرن، يعني هاسيبها شوية كده على النار، بعد ما حطيت لها حتة الزبدة وبهرتها وكلّه تمام التمام، هنا بقى هتغلي غلوة كده وأروح مدخّلاها بقى بعد ما غليت كده هادخّلها الفرن، ورُحت مطلّعاها بقى من الفرن، وقولوا لي بقى إيه رأيكم في الجمال والحلاوة، يا رب النهارده أكون نِلت رضاكم بطريقتي الجميلة الحلوة، جرّبوا المحشي الكوسة مع الكفتة تحفة، 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 يا رب أكون نِلت إعجابكم وأقول لكم باي باي، فيديو جديد والسلام عليكم.